السلام عليكم، كيفكم صبايا؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله كلياتكم بخير. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. أهلا وسهلا بكل الصبايا الجداد، نورتوني ونورتوا القناة حبايب قلبي. شكرا لتفاعلكم، عن جد هذا الشي كتير عم يبسطني. بداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هلأ هون حبيت بلش معكم الفيديو من المساء. مساء الخير إذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو المساء، وصباح الخير إذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو الصبح. يسعد لي قلبكم جميعا. حبيت أعلمكم طريقة القهوة التركية اللي أنا متعودتها من سنين. منجيب مي باردة متلجة أو كعاب تلج مثل ما أنا حطيت. منعير فنجان قهوة، يعني لكل فنجان قهوة فنجان نظامي مع معلقة معرمة من القهوة. منحركها تحريكتين ومنحطها على نار متوسطة، لا واطية ولا عالية، وما منحركها بعدها أبدا. نستناها لحتى تغلي. بدها تبلش تغلي منطفي عليها. عن جد هالطريقة كتير طيبة، بس سبحان الله أنا بالعادة الوش بضل معي من أول فنجان للآخر تقريبا، بس لأني كنت عم صور وما لحقت شوفها هي وعم تغلي ما ضل معي للأخير. بس عن جد جربوها واعطوني رأيكم بالتعليقات، كتير طيبة وبحسوا بلذية فيها أنتوا عم تشربوها. في مثل بيقول الله يحطني بضيق لأعرف عدوي من صديقي. عن جد ما كذب اللي قال هذا المثل، لأنه واقعي 100%. يعني كتير ناس وأشخاص كنتوا بتحسون إنه قراب لقلبكن وغاليين عليكن، وإنه هن بيحبوكن وببادلوكن نفس الشي اللي أنتوا مقدمينه معهم. بس سبحان الله وقت نهار من الأيام رب العالمين بيمتحنكن امتحان أو بيبتليكن بلاء، بتحسون هن مانن موجودين. إنه وينكن؟ ليش ما سألتوا عني؟ ليش ما حكيتوا معي؟ ليش ما اطمنتوا على الأقلية عني؟ إنه أنا غبت عنكم كتير وانتوا ما سألتوا. فبتعرفوا إنه بهذا الوقت إنه هن كانوا فعلا ولا شي، وما بيستاهلوا أبدا الشي اللي انتوا كنتوا تعملوه معهم أو قدمتوا لهم إياه بيوم من الأيام، أو الغلا اللي هن غالين عليكم بقلبكم ما بيستاهلوا فعلا. وبالأخير عند رب العالمين أكيد ما بيضيع شيء، وما بصير الإنسان يندم على أي شيء قدمه. بس سبحان الله بيحمد رب العالمين كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية إنه الحمد لله يا ربي أظهرت لي هالناس على حقيقتها، اللي أنا كنت ولا بيوم ما كنت مفكر إني أشوفهم بهذا الشيء. الحمد لله على نعم رب العالمين. قلنا الحمد لله كل ثانية وكل ساعة وكل دقيقة على كل شي رب العالمين مقدم لنا إياه. نحن بنعم عن جد كتير كبيرة. الحمد لله على الابتلاء، الحمد لله اللي رب العالمين بيبتلينا بأي شيء لنضل نحمد ونشكر رب العالمين على نعمه علينا. وأكيد بكل ابتلاء رب العالمين بيبتلينا إياه أكيد في حكمة من وراء هالابتلاء. سبحان الله يا صبايا، من بين الابتلاءات الرب العالمين مبتليني فيها هي ابتلاء وجع الراس. أنا من أكثر من سنة ونص بشكي من ألم راس متواصل. يعني سبحان الله بيضل الألم معي متواصل لأيام، ممكن ل5 أيام، ممكن أحيانا أسبوع. يعني أحيانا ما بيطيب أبدا، بكم يوم بيعدوا علي. أحيانا بيطيب وبرجع تاني يوم برجع بيوجعني.
يعني وسبحان الله ما ضل دكتور ما رحت لعنده، إن كان دكتور عيون ولا دكتور أسنان ولا حتى دكتور داخلية، قال لي من قبل إنه أنت معك فقر دم، والحمد لله ارتفعت النسبة وصارت نسبة تمام. كان معي نقص فيتامينات الحمد لله عادلته. وسبحان الله ضل ألم الراس معي مستمر. يعني أنا يعني تقريبا صار عندي فوبيا من ألم الراس. يعني سبحان الله الحمد لله على كل حال. بس إذا حدا مارق بهذا الشي يكتب لي تحت بالتعليقات إذا لقاله حل ولا علاج. يعني أنا وصلت حتى لمرحلة إني جبت شيخ على البيت قرأ لي البيت وقرأني، والحمد لله قال لي إنه اقرأي سورة البقرة لمدة 7 أيام. وأنا حتى إيماني برب العالمين الحمد لله كتير كبير، ما بقطع الأذكار لا الصباح ولا المساء، والحمد لله صلاتي الحمد لله متواصلة عليها ودايمة، ورب العالمين مفضل علي بنعمه. بس سبحان الله اللي مارق بهذا الشي، اللي مارق بألم الراس ولقاله حل، يكتب لي تحت بالتعليقات إذا مثل حالته كانت مثل حالتي، يكتب لي تحت بالتعليقات إيش الحل اللي اتبعه والحمد لله ناسبه ومشي الحال. صح كتير عم غطى عليكم بالفيديوهات لحتى أطلع بفيديو جديد، بس الله بيعلم الضغوطات اللي أنا فيها. يعني سبحان الله الحمد لله على نعم رب العالمين عليها. بس سبحان الله أنا مرقت بفترة اللي كنت عم أحكي لكم عليها، هي فترة الابتلاء. مرضت فجأة، وسبحان الله كل كم شهر بصير معي هذا الشيء، أنا بكون ما فيني شيء أبدا، فجأة بصير عندي لعية نفس بشكل مو طبيعي. بستفرغ أي شي باكله، أي شي بشربه، حتى أدوية. ألم راس مثل ما حكيت لكم بشكل مو طبيعي. بتضل هالحالة معي تقريبا متواصلة، أحيانا نهارين 3. يعني سبحان الله حتى هذا الشي عن جد ما عم لاقي له حل وما عم لاقي له علاج. شو هو والله ما بعرف، والحمد لله على كل حال. صبايا أنا هلأ بدي أستشيركم بشي. أنا كل ما بعمل أكل بلبن بكون فيها اللبن فيها كامل الدسم. شفتوا مثل ما شفتوا هلأ الطريقة أنا وعم أعملها، أنه لكيلو لبن بيضة يعني، وفي عالم بتحط نشا، أنا ما بحط. إما بحط النشا وقت بيكون اللبن مو كامل الدسم، مثلا نص دسم، ورغم أني بضل عم حرك لحتى يغلي وكل الأمور تمام. يعني حتى وقت اللي بحط أنا نص دسم بكون اللبن، بخفق بالهاند بلندر أول الطبخة، وقبل ما يغلي برجع بخفق بالهاند بلندر، بعد ما بطب الفروج برجع بقشه هو أو اللحمة، وبرجع بعمل بالهاند بلندر. ورغم هيك بيقرش شوي عندي اللبن، ما بيصير سحلب وسايل أبدا مثل وقت بيكون كامل الدسم. شو هو السبب اني هيك بيصير معي؟ ما بعرف. اللي بيعرف السبب يكتب لي تحت بالتعليقات. يسعد لي قلبكم، أنا الله يحفظكم يا رب. بس عن جد أنا هاي المشكلة يعني عجزت أني ألاقي لها حل. يعني لا ضل يوتيوب مثلا أعرف شو هو السبب، ولا ضل أني أستشير حدا مثلا مثلا مثل أمي أو حدا كبير بيعرف، كلهم ما لقوا له حل. يعني قالوا لي إنه غريب إنه هيك بيصير معك. ليش؟ عن جد ما بعرف. اللي بيعرف أو مارق بهذا الشيء ولقاله كمان حل كمان يكتب لي تحت بالتعليقات. خلي لي قلبكم، الله يحفظكم يا رب ويسعدكم. غير اني ما عم نزلكم فيديوهات وقت بكون مريضة انه في معي سبب، بس سبحان الله حتى الوضع بوطننا سوريا ما عم يجي من قلبي، وما عم بقدر حتى صور ومنتج من الأوضاع اللي عم شوفها. سبحان الله كل ما بنقول الحمد لله خلصنا، أكيد رب العالمين في له حكمة بالابتلاءات اللي عم تصير. بس سبحان الله كل ما بنقول الحمد لله فرجت على الشعب السوري، الحمد لله رجع العالم تعيش بطبيعته والأمور تمام والدولة رجعت تمام. سبحان الله يا قلبي أنا برجع بيصير مشاكل
من ولا شي ما بنعرف شو هو السبب، شي مشاكل طوائف، شي مشاكل يا قلبي أنا حرائق ضلوا فيا تقريبا أسبوع 10 أيام، شي هلأ القصص اللي عم تصير بوضع السويدة يا قلبي الله يفرج عليهم يا رب. يعني الحمد لله على كل حال، يا رب دخيلك نحن عايشين برات البلد وعم ندوق كل هاللوعة هاي بزعلنا عليه. يا قلبي اللي عايشين تحت بسوريا شو عم يدوقوا لسه يا قلبي هالمر هاي، الله يفرج عليهم يا رب. لازم اللحظة الحلوة اللي نمرق فيها ما نفوتها أبدا، لأنه سبحان الله قد ما رجعت لحظات حلوة ما رح ترجع مثل اللحظات اللي عشناها وقلنا يا ريت لو كنا بقيانين فيها. يعني سبحان الله أنا هلأ هذا المشوار طلعت مع أهلي، والله يعني الله يرزقكم يا رب اللي متغربين عن أهلهم يرجعوا مع أهلهم ويعيشوا هذا الإحساس. ما في أحلى من هالشعور لمة الأهل، وسبحان الله الإنسان يكون على طبيعته. بهي الطلعة اللي طلعت فيها مع أهلي عشت فيها كل شي أنا كنت خططت له إنه أعيشه معهم وقت أكون معهم طالعة مشوار، عشته معهم عن جد. كنت كتير مبسوطة ومالكة الدنيا وعملت كل شي أنا بدي إياه كان نفسي فيه. سبحان الله من كتر ما الدنيا شوب عجقة وزحمة، مع انه ما يوم عطلة، يعني كان بيوم بنص الاسبوع وكل هالزحمة وهالناس. الله يجيرنا من نار جهنم يا رب، الله يبعدنا عنا يا رب. يعني سبحان الله ما توقعت هالزحمة هي قبل ما نطلع. كتير حبيت هذا المكان اللي رحنا عليه، لأنه الأولاد أخذوا راحتهم الحمد لله وكتير انبسطوا. مكان ما لنا قاعدين ورانا بالضبط هي الفسحة الكبيرة من الألعاب، يعني الولد قدامنا منشوفه من دون ما نروح لعنده، والفسحة كتير كبيرة والولد كتير أخذ راحته باللعب. يعني عن جد أنا كتير عجبني، وحتى الإطلالة على البحر قدامنا بالضبط. هلأ هون جيت عند ماما، طبعا من أحلى اللحظات على قلبي وقت أجي أسهر عندها ونام عندها. يعني أنا هون بكون مالكة الدنيا مالكة الكون إني أنا قاعدة معها وسهرانة على راحتي. حتى الأولاد كتير بينبسطوا وعلى قلبهم أحلى من العسل. وقت اللي بقولن إنه نرجع بقى على البيت بيقعدوا كل وحدة بترجاني الله يخليك يخلينا، ومنانا بتوصلنا على البيت وبدنا نضل ننام كمان. يعني سبحان الله شوفي ببيت الجد ما بعرف يعني كل شي موجود عندهم يا بالبيت لسه مرفه أكتر، بتحسوا كأني بحبوا هيك، بحسوا هيك بلحظة الحنان، الحب الحقيقي، الأمان. سبحان الله مثل ما كنا نحن نعيشها نحن وصغار، ما نشتهي اليوم يخلص ونرجع على البيت. حتى أمي بتقلي اتركيهم على راحتهم يعملوا اللي بدهم إياه، خلص لحقانين نركن البيت. بيقعدوا بيحكوا لأمي قصص كأني سبحان الله رفيقتهم قاعدة ما قابلهم. الله يحفظها يا رب ويحفظ لكم أهاليكم من كل شيء. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. لا تنسون من اللايك والمتابعة ومشاركة الفيديو لقرايبينكم ورفقاتكم. بحبكم كتير وانتظروني بفيديو جديد. سلام.